بس في النهايه اللي اكيد ان البارانثروبوس كان مثال واضح على حدود التخصص. لما تبني حياتك كلها على مهاره واحده او الظروف اتغيرت اللعبه خلصت. وده بقى كان الدرس اللي الطبيعه فهمته كويس بعد كده. ومن اللحظه دي بدات الارض تدخل في مرحله جديده تماما، مرحله فيها البرد والجليد والمناخ بيتقلب كل شويه. وكانت البدايه لعصر جديد اسمه البليستوسين، واللي معناه ببساطه الاحدث بين الجداد. يعني بعد القوه العضليه للبارانثروبوس جه وقت البقاء للعقول المرنه والخيال. وهو ده بالظبط المشهد الختامي لعصر كامل، عصر البليوسين، واللي خلاص كان بيقفل الستار وبيجهزنا لمرحله جديده تماما في تاريخ الكوكب. المرحله اللي العلماء سموها البليستوسين، اول فصول العصر الرباعي، الكواترناري بيريد. طيب ليه الاسم الغريب ده؟ بليستوسين كلمه جايه من اليوناني معناها الاحدث، بس لما تبص على اللي حصل فيها هتقول لنفسك هو ده الاحدث ولا ده عصر التجميد؟ الارض بدات تبرد واحده واحده، الجو بيقسى والجليد بيسحب من القطبين، والبحار بتتراجع لان الميه اتحبست في الجليد. حتى الارض نفسها بدات تتغير وبقت في مناطق بتتربط ببعض لاول مره، زي الجسر اللي ربط اسيا بامريكا. الجسر اللي بعدين هيعدي عليه انواع كتير من الكائنات. العصر ده مش مجرد برد، ده عصر الصراع الحقيقي بين الجليد والحياه.